نفهم السرعه بتاعت مين، بتاعت حازم وعمر جابر. الزمالك يخطف وتوفيق مرارة على طول ومساحات كبيره جدا مش لصالح بتروجيت، وعلى طول ديزل ولا الله هدف يا راجل. ايوه انت بتوقف ايه؟ دومونيك يستفيد من مؤمن، دومونيك يستفيد من مؤمن، مؤمن كان هيضيع هدف العمر رايح تحضنه يا راجل. هي دي تتوقف؟ هنشوفها. ده انت ربنا بيحبك اللي هي سقطت لدومونيك. ادي ثالث هدف لدومينيك، ادي على طول، ادي على طول على طول، والكوره هتوقف ايه يا راجل؟ بتوقف ايه؟ بتوقف ايه؟ ده انت كده حظك حلو ان دومينيك يحط الهدف الاول لنادي الزمالك. وادي الديزل حازم امام، وادي الخطا القاتل لمؤمن، وادي اللي صححه له دومينيك. وفي الدقيقه 25 من زمن الشوط الاول يتقدم الزمالك بهدف. لسه بقول لحضراتكم عمق الدفاعي لعم مختار دبش وعمر يحيى، مش حمل ابدا احمد علي ودومونيك. وهنا بقى نقدر نقول حاجه، ان ميدو عنده ازاي هو اللي بيهاجم اكتر فرص، وضربه ركنيه تتلعب وهدف. بقول لحضراتكم العمق الدفاعي، العمق الدفاعي الشبيط اهو يحط الهدف. بقول لكم العمق الدفاعي من الاول في خطوره هنا، وهدف في الصراحه في صعوبه قوي، وفي جمال في الخروج للكوره، وفي جمال لاصطيادها في حته معقوله جدا جدا. او بص شوف هو طلعها ازاي، راح الكوره ورجع، بص رقبته بص رقبته بص رقبته بص رقبته، شبيطه شبيطه شبيطه. بصوا هنا الصراع اللي في العمق ده بتاع سنترافاو ده، يا سلام، طلع فوق ونط استضاف شقيق مظبوط، لف برقبته ووسطه حطها لا تصد ولا. جيمس والسرعه وعبد الواحد، وهيقول ايه وهيقول ايه ويعيد ايه وعاد ايه، وضرب الجزاء البنا يعني مصفر ليها. عبد الواحد لا يسأل، انما صلاح سليمان وعدى وضرب الجزاء صحيحه في الدقيقه 25 لنادي البتروجيت من الهجمات المرتده، وضربه جزاء لنادي الزمالك في الدقيقه 25 وضرب جزاء. هو داخل وبيقول له النبي وقعني. احمد مجدي، احمد مجدي، يا ساتر على الثقه، يا ساتر على الثقه، ده انت واثق من نفسك قوي، ده ما اداش فرصه لحد حتى يقول اسمه. احمد مجدي يحط هدف ايه فيه نوع من الثقه. احمد مجدي في الدقيقه 26 من زمن الشوط الثاني يحط بتروجيت هدف غريب جدا. راجل واثق من نفسه قوي قوي، وايه دي لو تروح للمدرج ويمسكوه بقى تعالى يا عم ما تلعبش معانا بعد كده، لا اما يكون واثق قوي قوي قوي. فهو واثق قوي قوي. اسماعيل بقول لكم لازم الناحيه الدفاعيه تبقى حلوه. وادي جيمس، وادي وادي جيمس، وهنشوف مصفر ايه الراجل، مصفر ايه، مصفر ايه. يبدو ان هو مصفر محسن، وضرب الجزاء وهدف ثالث لنادي بتروجيت، وثلاث اهداف لبتروجيت. مروان محسن وثلاث اهداف، اتنين منهم من ضربه جزاء صح، اتنين منهم من ضربه جزاء صح، لان الزمالك هاجم على حساب الناحيه الدفاعيه. انا لما هاجم ما افتحش كده، وانا عارف ان عنده ناس صراع وما سيبش مساحات. انما هنشوف ثلاثه في الدقيقه 31 من زمن الشوط الثاني يحط مروان محسن الهدف الثالث لبتروجيت بضرب لغايه دلوقتي خالص، لغايه دلوقتي، لانه بيقوم على حساب ما حدش بيروح مكانه. بص الكره لما بترتد، وادي فاول وضرب الجبهه اليمين بتاعه الزمالك، ونجح في اختراقها الى ان سدها ميدو بخروج حازم امام ونزول احمد سمير. اذا مختار هو اللي بيبادر بالهجوم الزمالك. ده ضربة جزاء، ضربة جزاء لنادي الزمالك. ولا الهدف الثاني؟ مش بقول لكم الهدف الثاني اهو. محمد ابراهيم يحط هدف الثاني في الدقيقة من ضربة جزاء. 3 ضربات جزاء يعني في هذا اللقاء. وادي محمد ابراهيم 3-2. بقول لحضراتكم المباراة دي مش هتخلص الا مع صفارة الحكم. المباراة دي مش هتخلص الا مع صفارة الحكم. وضرب الجزاء ضد مؤمن زكريا ومخرج مباراة هناك. مباراة جميلة جدا من كلا الفرقتين، ولكن بتروجيت متفوق. وادي سرعة جيمس، وهدف رابع. انتهى الفيلم. وانا قلت ايه؟ قلت ما تهاجمش على حساب الناحية الدفاعية. وجيمس يحط الهدف، مش الانقاذ اللي خلاص يخلص جيمس يحط الهدف الرابع. 4 اهداف لمقابل هدفين عشان يتأكد، يعني كده اقدر اقول النهارده يتأكد بتروجيت منفردا يعني
على القمه ب 33 نقطه، ويتوقف رصيد الزمالك عند 25 نقطه. واحد يقول لي ما تستنى يا اخي، اقول له يعني